الحاجات الغريبة دي؟ عادات وتقاليد في بعض الدول الأفريقية تختار عريسها من لمسة يده. يعني أنا مش فاهمة ازاي، يعني هي هتختار العريس المناسب ليها بلمسة الإيد، يعني هو حاطط إيده كده فهي هتختار بلمسة الإيد. ايه الإيد دي عجبتك؟ شايفين الإضاءة امشي امشي، ايدك خشنة ومعفنة. لا، مش عايزة الايد دي. طب انت عايزة مواصفات ايد ايه؟ ده كلهم ايديهم شبه بعض، كلهم لون واحد. انت عايزة ايد ايه بالظبط؟ اه يا، شفتوا الفلوس؟ هو بصراحة بشعرك ده هي ليها حق تقول نو. بصراحة يعني مش عايزة اكدب عليك، بس انت بشعرك ده بصراحة تستاهل، تستاهل. والنبي يا اختي ما تتأمري قوي كده. شفتوا يا بنات بتتأمر ازاي؟ وانتوا عايزين ترموا نفسكم لأي واحد وخلاص. اتأمري يا اختي، اقعدي كده حطي رجل على رجل واتأمري لحد ما يجيلك سيد الرجالة. اللي يخطفك كده من أول نظرة. اهي قاعدة اهي. لا لا، تكك ضربة. هنقضيها لمس ايد وبس يعني كده؟ هتفضلي تلمسي في ايد الرجالة كلهم يا قليلة الأدب؟ ايه العادات المعفنة دي؟ يعني هي تفضل تمسك في ايد كل الرجالة كده؟ يا، طب كده الرجالة خلصت، هو ده اللي انت هتختاريه؟ هي اختارت اخر واحد، يعني هو ده العريس بقى. عريسي جه، انا جاية اخده. عريسي جه، انا جاية اخده. والتاني طويل، انا شكلي جميل. والتاني طويل وباقيلي